مرحبا، يسعد أوقاتكم. اليوم حبيت أعملكم الكبسة على طريقتي أنا. رح نبلش هلأ دغري، ما بدي طول الفيديو عليكم بطريقة التحضير والمكونات. يلا رح نبلش هلأ. عندي نص كيلو من الدجاج بدي اسلقه. رح ضفله معلقة طعام من الملح، ورح ضفله بصلة مشرحتها جوانح مع شرحتين من الليمون. طبعا انا هون مغسلته للدجاج قبل. وعندي هون رح اضيف 1.5 لتر من الماء. وبعد هيك رح غطي الطنجرة وحطها على النار لتنسلق الفروج. بهالوقت هيدا الفروج عم ينسلق، بدي انقع 3 أكواب من الأرز البسمتي لمدة نص ساعة قبل الاستخدام. ضفت رشة من الملح. وهلأ بهالوقت هيدا رح جهز الخضرة لوصفتنا. بحتاج لجزرة صغيرة، بصلة صغيرة، حبة بندورة متوسطة الحجم، حبة فليفلة حمراء وحبة فليفلة خضراء. وعندي هون 100 غرام من الذرة. هلا هون عندي الخضرة كلها قطعتها بهالشكل. عندي البصلة هون، البندورة مقشرتها ومقطعتها، الجزرة برشتها. مثل ما نكون شايفين الخضرة عندي هون جهزت. هلا بدي انتقل لمرحلة الفرن. بدي اشوي فخاد بالفرن للكبسة. عندي هون كيلو من الفخاد الدجاج. بدي اعملهم تتبيلة انا على طريقتي. عندي هون 5 حصوص توم من الثوم المدقوق عفوا. وعندي معلقة دبس فليفلة. وراح اضيف لهم نص كوب شاي من الزيت النباتي، ومعلقة صغيرة من الزعتر البري. فيكن تضيفوا البهارات اللي انتو بتحبوها بهيدي المرحلة. هلا انا ما بحب ضيف بهارات اكتر من هيك، بحب تضل الطعمة عندي مثل ما هي طعمة الدجاج، ما بحب كتير تكون مبهرة. هلا راح اخلط الدجاج بالتتبيل منيح. وبعد هيك بدي احطهم بصينية تانية. هلا بدي احط بأرضية الصينية. بدي شرح حبة بندورة وحبة بصلة، حطهم بأرض الصينية هيك مثل ما نكون شايفين هلا. بعد هيك بدي احط الفخاد عليهم، لازم يكونوا من تحت وبيعطوا نكهة كتير طيبة. وبعد هيك بدي غطي الصينية بكيس فرن حراري او بالألمنيو المطبخ، السنيد المطبخ. ضروري ان نغطيها عشان ما ينشفوا معنا قبل ما يستووا. هلا رح نكون محميين الفرن على درجة حرارة 180 متوسطة. فبس تبلش تستوي معنا الفخاد بتضلنا نراقبهم. بس يستووا معنا منشيل عنهم السنيدة او الكيس الفرن الحراري ومننشفهم ومنحمرهم من فوق وتحت. هلا بعد هيك بدنا ننتقل لمرحلة تطبيق الكبسة. عندي هون الدجاج من بعد ما انسلق. بدي قطعه قطع راس عصفور، ما بدي صغر القطع كتير مثل ما تكون شايفين هيك. بعد هيك هلا عندي هون الخضرة والمكونات كلها صارت جاهزة عندي. هلا بدي اضيف معلقة من الزبدة او من السمن مع شوي من الزيت النباتي. بدي اول شي قلي البصلة لحتى تدبل. هلا انا المكونات رح اترك لكم اياها بصندوق الوصف.
هلا بدي بلش ضيف الخضرة تدريجيا. عندي البصل والفليفلة والذرة، رح احرق شوي، وبعد هيك رح ضيف حبة البندورة وقليهم شوي لتدبل الخضرة معنا. بهاي المرحلة كان ممكن ضيف الدجاج المسلوق عندي، بس هون انا نسيت حط قلل الدجاج فحطيتهم من بعد ما حطيت الارز، فمش مشكلة، فينا نكمل عادي والنتيجة زيتها بتضل. هلا رح هون مثل ما شايفين حطيت الرز، وعندي هون معلقة من الكركم ومعلقة صغيرة من البهارات الكبسة. هون الدجاج ضفته من بعد ما ضفت الرز. هلا بدي اخلطهم هيك شوي. بعد هيك بدي ضيف مرق الدجاج. هلا بدي احتاج لكل كوب من الارز كوب ونص من مرق الدجاج. المجموع عنا 3 اكواب من الارز، احتجت 4 اكواب ونص من مرق الدجاج فقط، ما بدنا نكتر. هلا بدي غطي الطنجرة وحطها على نار قوية لتغلي. بس تغلي بدي وطيها على اوطى شي، النار لازم تكون كتير خفيفة تحتها. نتركها لمدة بتتراوح ما بين 15 دقيقة ل20 دقيقة. بعد هيك نطفي تحتها، ما بدنا نفتح الطنجرة دغري، بدنا نغطيها بشقفة المطبخ او منشفة، ومنخلي البخار محبوس جواتها لمدة 10 دقايق. ما بنفتحها قبل 10 دقايق ابدا. هون من بعد 10 دقايق فتحتها مثل ما نكون شايفين هيك. هلا فضيتها بطبق التقديم وحطيت على وجهها الفخاد اللي شويتهم بالفرن قدامكم. والف صحة وهنا. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي بعمل الكبسة. اذا عجبكم الفيديو ادعموا لي بلايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وبشوفكم بالوصفة الجاي ان شاء الله، وباي باي.